قبل ما تشتري اي عقار لازم تاخد بالك من كام حاجه. اول واهم حاجه لازم تعرف ايه هو اصلا الغرض من الشراء ده، هل هو للسكن او للاستثمار، وان هل المبلغ اللي معاك ده اصلا هيكون كافي انك تحقق استثمار ناجح. طيب لو بتفكر كسكن، هل المبلغ اللي بتفكر تشتري بيه ده هو اللي حقق لك اعلى عائد عليه كسكن؟ طب لو بتفكر في حاجه تكون لاستخدامك الشخصي وكمان ممكن تحقق لك عائد على الاستثمار، وهنا هنكون بنتكلم عن مناطق ساحليه مثلا زي الساحل الشمالي او العين السخنه او حتى الجونه او ممكن شرم الشيخ. اما بقى لو بتفكر في اعلى عائد جاري فكده لازم تفكر في الوحدات التجاريه او الاداريه او الطبيه. عادي جدا نسمع ان ممكن محل اللي انت اشتريته برقم بسيط في وقت يعدي عليه سنين ويتاجر ب 400000 و 500000 و 600000 ممكن بمليون كمان في الشهر، لان هنا اللي بيحدد القيمه الايجاريه هو الترافيك على المكان ونجاح المكان كبزنس والمنطقه المحيطه بيه بقت عامله ازاي، ولكن عمره ما بيتقيم بسعر العقار نفسه. وطبعا لازم تتاكد من كل التفاصيل القانونيه والعقود، ولازم تعرف انت بتشتري مع مين وتستشير يا اما محامي او شركه عقارات ليها خبره كبيره. واوعى تحط العاطفه في اختياراتك. ايوه زي ما سمعت كده، في ناس بتشتري عقارات بالعاطفه، بس هم دول اللي بيرجعوا يعيطوا بعد سنين. ولكن مش دايما العاطفه بتكون غلط، ممكن تنجح مع ناس ولكن في الاغلب ما بتنجحش. العقار هي عمليه حسابيه 1+1=2. ما تخليش ان حد من زمايلك او اهلك اشترى في مكان من 10 سنين ونجح يخليك تاخد القرار ده لمجرد العاطفه. لازم تدرس كويس الوقت والمكان اللي بتشتري فيه، وهل هو وصل للماكسيمم برايس بتاعه ولا لسه فيه خير تاني. كده اكون قلت لك شويه من اشهر الغلطات اللي ممكن تقع فيها وانت بتشتري عقار. وفي 5 اسئله مهمين جدا لازم تسالهم لنفسك قبل ما تشتري عقار. لو عايز تعرفهم اكتب لي كلمه اسئله في الكومنتات. انا جاسم وليد، مستشارك العقاري، سيلز مانجر في استرتش جروب انفستمنتس.